كمشجع لفريق زي السيتي عاصرت موسم خرافي زي موسم 18-19. دي حرفيا سنة مستحيل تتكرر تاني لأي مشجع فريق انجليزي، خصوصا لو مشجع يعني حظه وحش حبتين زي حالاتي، فاهم؟ قبل ما نحكي ما تنساش الاشتراك واللايك الحلوين، ولو بتشجع فريق تاني يعني حاول فاهم انت تبقى هادي كده، لاننا اكيد هنتكلم فيما بعد عن فريقك. وخليك ريلاكس يا كابتن، ها خلي عندك روح رياضية وخليك كول، دي حلقة معمولة عشان تسليك. بعد موسم ال100 نقطة التاريخي ناس كتير شككت ان الفريق يقدر يستمر بنفس القوة والشراسة في الموسم الجديد، فهل كلامهم هيبقى صح؟ خلينا نشوف. البداية كانت في موسم الانتقالات. جوارديولا كان طالب بالاسم 2 لعيبة، رياض محرز من ليستر سيتي وجورجينيو من نابولي، وطبعا زي ما كلنا عارفين محرز بس اللي جه. وخليني هنا اوضح لك حاجة، وهي ان فشل صفقة جورجينيو للسيتي بسبب رئيس نابولي اللي تسبب بعد كده في توتر العلاقات بين الناديين. جورجينيو بعد ما خلاص الناس اتأكدت انه جاي لنا، اتفاجئنا بان نابولي خلصوا لتشيلسي. ليه بقى؟ عشان يبقى مديره الفني اللي كان معاه في نابولي موريسيو ساري يعني يبقى معاه برضه في تشيلسي. الظاهر انه ما كانش عاوز يسيب مدربه حبيبه وهو بيخسر بالستة. بس يلا ده هنعرفه بعدين. نرجع تاني لكلامنا عن الميركاتو. غير محرز في ناس تانية برضه جت، ودي القايمة، لكن كناس ماشية فخد عندك برضو يا سيدي. جو هارت الحارس التاريخي للسيتي واللي اخد معانا 4 قفاز ذهبي في البريمير ليج و2 بريمير ليج و1 كاس اتحاد و2 كاس رابطة و1 درع خيرية. ده كده بالنسبة لجو هارت. يايا توريه 316 ماتش، سجل فيهم 79 هدف وصنع 50 هدف، كسب معانا فيهم 3 بريمير ليج و1 كاس اتحاد و2 كاس رابطة و1 درع خيرية، وحاجة كمان معاه 4 مرات جائزة أفضل لاعب أفريقي وهو معانا ورا بعض من 2011 ل 2014. ودخل تشكيلة الموسم مرتين في 2012 و2014، ولعب الموسم معانا مرة في 2014. 2014 بالذات كانت سنة تاريخية للفيل الإيفواري. المهم بداية السيزون زي ما احنا مذاكرين بتكون في أغسطس، وماتش الدرع الخيرية السيتي بطل البريمير ليج وتشيلسي بطل كأس الاتحاد. الماتش كان في ويمبلي، وهوب أجويرو يسجل في الدقيقة 13، وده بالمناسبة هدفه رقم 200 مع السيتي. وفي الدقيقة 58 عمي وعمك يسجل التاني، والتاني ناداني، والسيتي يكسب البطولة. الغريب ان دي اول مباراة درع خيرية للسيتي من 2012 اللي برضو كانت قدام تشيلسي، وبرضو السيتي كسبها بنتيجة 3-2. مش بس كده، لا، احمد راشد كاتب الحلقة بيضحي النهارده. اجويرو وصل وقتها لهدفه رقم 10 مع السيتي ضد تشيلسي، كتاني اكتر فريق بيسجل فيه الاسطورة بعد نيوكاسل 14 هدف. الكلام ده كان يوم 5/8/2018، واول بطولة رسمية في السيزون 12/8/2018. بداية البريمير ليج قدام مين؟ قدام المدفع اللندني ارسنال على ارضه. يا دين النبي، المدينة دي تاني. وطبعا كان لازم نرحب بإمري مدرب ارسنال الجديد، وبعيدا عن اي اختلاف او خلاف فالراجل ده احترامي ليه ملهوش حدود طول ما انا مشجع. تعالى بقى للماتش عشان في ظاهرة جديدة من نوعها. السيتي كسب الماتش ده 2-0 لرحيم وبرناردو. المعجزة بقى ان اللي عمل الجولين بنيامين مندي، حاجة كده في الغالب عمرك ما هتسمع عنها تاني طول ما انت عايش. المهم ان السيتي حقق بالفوز ده رقم كويس، وانه ما خسرش اخر 10 ماتشات افتتاحية دوري في ال10 سنين الاخيرة، كسب 9 وتعادل في 1. ده كان 8 فوز على التوالي. في 15/8 دي بروين اتصاب في التدريبات اصابة خطيرة واصابة طويلة الامد. الاصابة دي كانت كفيلة ان هي تخلي سيزون دي بروين هو الاسوأ على الاطلاق. اهم لاعب في المنظومه اتصاب في اول الموسم، تخيل انت بقى، حزن والله. نقفل بقى شهر اغسطس بصوت الديب، زي ما انت سمعت كده وجه في بالك، وولفرهامبتون بقياده الحاج مختار نونو سبرينتو سانتو. يعني كان في قصه كده بيقول لك ايه، ان هو راح يعني هناك في انجلترا من مصر هنا، فيعني اتخطف هناك وتحول وفي نسخه استنسخوها. المهم يعني ان ايه، الراجل البركه ما شاء الله متواضع وبيسمح لنا نتكلم عنه عادي كده من غير ما يجرى لنا حاجه. ولو حد فاكر كنا جبنا سيرته في حلقه 2004 بانه كان حارس احتياطي مع جيل بورتو التاريخي اللي اخذ يوروبا ليج ووراه شامبيونز في فتره مورينيو. المهم يبدا الماتش على استاد عثمان احمد عثمان على استاد المولينو في مدينه وولفرهامبتون، وما شاء الله كوره في القائم من الكون في الدقيقه 19، ومره ستيرلينج على مره فيرنا، والكوره حالفه ابدا ما تدخل. لكن في الدقيقه 57 انرامو لاعب الترجي بيجي من 2010 علشان يفكرنا ان كره اليد مهمه تكون في السي في بتاعك لو بتلعب كوره، وبيسجل بولي هدف لطيف. المهم ان الحكم فكرني بمشهد كده، لكن في الدقيقه 69 لابورت بيسجل التعادل. حتى كوره الحسم
ما جاتش. حسبي الله ونعم الوكيل. اول تعثر في السيزون، وما شاء الله ليفربول وحش الكاسر ما بيقفش. اخيرا خلصنا من اغسطس وندخل على سبتمبر، وهوب بسم الله الرحمن الرحيم، كف يمين لنيوكاسل على كف شمال لفولهام. في ماتش نيوكاسل بالتحديد كان الهدف الثاني هو الهدف رقم 750 للسيتي في البريمير ليج، واللي سجله هو كايل ووكر. كمان في نفس الماتش كومباني كمل 10 سنين معانا في النادي. كينج 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 يا زميلي كينج. 19 سبتمبر 2018 السيتي راح ملعب كارديف في رحله بسيطه كده، خدنا فيها ال3 نقط بهدوء ورجعنا 5-0. اجورو سجل هدف من الاهداف دي، وهو الهدف رقم 205 معانا في كل البطولات. 25 سبتمبر 2018 واخيرا نفصل من البريمير ليج شويه وندخل في الكاراباو قدام فريق اسمه اوكسفورد يونايتد. المهم السيتي كسب 3-0. خيسوس رياض فودن اخد رجل المباراه حتى وقتها بعد ما سجل هدف وصنع اللي قبله. ونختم سبتمبر، جالنا برايتون في جحيم الاتحاد، لكن قبل ما يجي تشيلسي حبيبنا واخونا يعني اتعادل مع الليفر 1-1 كهديه، يعني من ضمن هدايا العظيمه اللي احنا كافئناه عليها بعدين، ساد ورب العباد. المهم كسبنا برايتون 2-0 وتصدرنا. ونبدا شهر اكتوبر ثواني كده، الاداء مش عاجبني. ثواني عايز اقولها لكم بشكل درامي. استنى ونبدا شهر اكتوبر بجحيم الانفيلد، الملعب اللي ما كسبناش عليه من 2003، يعني من 17 سنه. لكن الماتش كان مقفل بسبب قوه الفريقين لغايه الدقيقه 86. ثانيه ياخد ضربه جزاء، داخل اهو لا خد سمبوسه. الكوره طلعت واتعادلنا بسبب محرز. بدل ما ندخل التوقف الدولي واحنا مرتاحين، لا ازاي دخلنا بالمنظر المرعب ده؟ ليه يا محرز؟ ليه يابا؟ ده انا كنت مكابتنك يعني. 20 اكتوبر بعد التوقف الدولي السيتي ينزل ياخد 3 نقط من بيرلي بال5، لكن اجمل ما في الماتش هو اظهار مدى علاقه جماهيرنا هناك بحارسنا التاريخي جو هارت اللي كان مع بيرنلي وقتها. قعد معانا في النادي 12 سنة يا السادع. اجورو سجل هدف من ال5 بصناعة ديفيد سيلفا، ودي الصناعة رقم 20 من سيلفا لاجويرو كأكتر حد صانع له في السيتي. واخيرا اخر ماتش في اكتوبر قدام توتنهام في ويمبلي. الماتش خلص 1-0 للرياض. خلاص سامحتك يا رياض، سامحتك على ضربة الجزاء اللي ضاعت. خلاص بنودع اكتوبر اهو. شهر نوفمبر ودور ال16 في الكاراباو قدام فولهام، وكسبنا 2-0. الواحد كده مش فاكر اسمه السيء في الماتش ان دي بروين اتصاب تاني، لكن المره دي اخطر ومده الغياب اطول. تعالى لي بقى كده في 4 نوفمبر كسبنا الساوث 6-1، واللي كان يفرح اكتر ان الليفر وقع في الامارات 1-1 مع الجانرز، وبكده انفردنا بالصدارة. لكن في 3 حاجات في الماتش. اجويرو وصل لهدفه رقم 150 في البريمير ليج، ثاني صنع 18 هدف من 17-18 لوقتها، ومفيش حد وصل للرقم ده. رحيم سجل هدفين، وبكده وصل ل50 هدف في 153 ماتش. 11 نوفمبر والديربي، اليونايتد العدو الاول والاخير، الجار المزعج زي ما السير كان بيوصفنا دايما، ده قبل الصدمة يعني. 3-1 الجندو سجل بعد 44 تمريرة مكتملة كتاني هدف بعد هدف خوان ماتا لليونايتد اللي كان بعد 45 تمريرة. وفي اخر نوفمبر بنفوز على ويست هام 4-0 في لندن، وبعد الفوز ده ديفيد سيلفا لأول مرة يسجل لرابع ماتش على التوالي. استمرارية مرعبة. السيتي بالماتش ده عمل سلسلة لا هزيمة مكونة من 19 ماتش، 16 فوز و3 تعادلات. احنا كنا قلنا ان ده اخر نوفمبر صح؟ ما تسيبناش يا عم، والنبي يا عم ما تسيبنا، والنبي سوري. في ديسمبر لعبنا اول ماتش قدام بورنموث وكسبنا 3-1، وسلسله اللا هزيمه مستمره ل20 ماتش، وسانيه وصل للاسيست رقم 20 من موسم 17-18 لغايه دلوقتي. في 4 ديسمبر خرجنا نقابل واتفورد بره الدار وكسبنا 2-1، ونكمل في سلسله اللا هزيمه 21 ماتش. لكن الحياه ما مشيتش وردي، اللي جاي اسوأ للاسف. انزل يا ابني بالحزيني. ايه ده؟ وط شويه معلش، وطي لاننا هنلاعب تشيلسي لا وفي الستانفورد بريدج. 8 ديسمبر سلسله اللا هزيمه اتكسرت على ايد تشيلسي 2-0، والاول مره من اول ما السيتي كان متصدر الليفر بيتصدر بفارق نقطه. الموضوع نفسيا كان صعب، لكن
هي دي الكوره ولازم تكمل. في الماتش اللي بعده السيتي يكسب ايفرتون 3-1 في الاتحاد. في 18 ديسمبر نلعب ربع نهائي كاس الكاراباو قدام ليستر في الكينج باور، نتعادل 1-1 ونروح لركلات الترجيح ونكسب فيها 3-1 الحمد لله عشان نتأهل للسيمي فاينل. بالمناسبة السيتي وليستر اتقابلوا 5 مرات في الكاراباو، السيتي كسبهم كلهم. وفي 22 ديسمبر السيتي بيخسر على ارضه من البالاس 3-2 والفرق مع الليفر بقى 4 نقط. ووراها في 26 ديسمبر هزيمة تانية بس المرة دي من ليستر في الكينج باور برضو بنتيجة 2-1 وبقينا مركز تالت. الفرق مع الليفر بقى 7 نقط وتوتنهام كمان فرق عننا بنقطة. لكن هنا بقى تظهر شخصية البطل، انزل يا ابني بشخصية البطل. والوقت ده يمر ونوصل لاخر ديسمبر السيتي بيكسب الساوث 3-1 في الجولة ال20 وبقينا مركز تاني، لكن الفرق لسه 7 نقط مع ليفربول المنافس القوي. اجويرو سجل هدف وبكده وصل لهدفه ال50 في البريمير ليج تحت قيادة جوارديولا. عايزك تفرق على فكرة ما بين الارقام دي عشان في لخبطة هتحصل، انا متأكد ان في ناس هتفهم بعض الارقام غلط. فرق الارقام عن بعضها. واخيرا السنة الجديدة 2019 3 يناير ماتش القمة السيتي ليفربول في الاتحاد. لو عاوز الدوري لازم تكسب، والماتش ده كان درامي لغايه الدقيقه 18 وانقاذ الموسم من ستونز اللي هو بتاع 3 مللي ده تقريبا كانوا كفيلين بانقاذ الدوري لاننا كسبنا في النهايه 2-1. اجويرو في الدقيقه 40 اللي بالمناسبه انا شخصيا اتفاجأت وقتها من رؤوف خليف، وفي الدقيقه 72 فيها جول من سانيه، الفرق بقى 4 نقط. كسرنا سلسله الهزيمه بتاعت الليفر في السيزون ده. وبالمناسبه دي قائمه اطول سلاسل اللا هزيمه في موسم واحد. شفت احنا مدلعينك ازاي بالارقام. 6 يناير السيتي بدأ رحلته في كاس الاتحاد، اقدم بطولة عرفتها البشرية وما زالت مستمرة. من الدور ال 64 كسبنا روثرهام يونايتد 7-0. 9 يناير السيتي بيكمل في كاس الكاراباو قدام فريق اسمه بيرتون ألبيون، كسبنا 9-0 وعارف انها قليلة هعوضها لك انا ما تقلقش. في نص يناير الحاج مختار يجي، لكن المره دي خلاص احنا اتعلمنا من اللي فات، فكويس اننا سيبناه يروح بهدومه وقتها 3-0 مع الرأفة. كل ده وفرق النقط لسه 4 نقط. 20 يناير السيتي بيكمل هرس وبيكسب هادرسفيلد اواي بنتيجه 3-0. وبعد الماتش ده السيتي وصل ل 102 هدف في كل البطولات في السيزون ده، كاول فريق يوصل لل 100 هدف في الدوريات الخمسه الكبرى. 23 يناير العوده بتاعت نص نهائي الكاراباو، بس المره دي بنكسب 1-0 بس عشان مجموع الماتشين يبقى 10-0. قلت لك هعوضها لك، اسمع مني. يعني كده وصلنا النهائي. 26 يناير نكمل في كاس الاتحاد اللي وصلنا فيه لدور ال 32 وبنلاعب بيرنلي دلوقتي وكسبناها 5-0 وعدينا لدور ال 16. طبعا مفيش نهايه سعيده دلوقتي. في اخر الشهر السيتي يخسر من نيوكاسل على ارض الاخير 2-1، لكن لحظنا الحلو الليفر تعادل مع ليستر 1-1 والفرق بقى 5 نقط بس. ونبدا شهر فبراير وتحديدا يوم 3 وقدام ارسنال السيتي يكسب 3-1 بهاتريك لاجويرو، وهوب الليفر يتعادل تاني بس المره دي مع ويست هام وفرق النقط بقى 3 نقط بس. يعني في قفل ان الفرح مفص. 6 فبراير فرصة ذهبية لينا عشان عندنا دبل جيم ويك، ايفرتون دلوقتي وتشيلسي يوم 10. كسبنا ايفرتون 2-0 وكسبنا تشيلسي 6-0، وكانت حفلة على ساري اللي رفض يسلم على بيب بعد الماتش اللي اتأدب. في نص فبراير بقى كان عندنا ماتش في كاس الاتحاد في دور ال 16 قدام فريق اسمه نيوبورت كونتي وكسبنا 4-1 وتأهلنا لربع النهائي. 24 فبراير نهائي كاس الكاراباو قدام تشيلسي، ووصلنا لضربات الجزاء بعد الماتش ما خلص. ده الماتش اللي لو تفتكروه بالمناسبة كان فيه الحادثة بتاعت كيبا وساري، والحمد لله كسبنا والسيتي حسم تاني ألقابه السيزون ده عشان المدرب ده يتعلم ما يسلمش كويس ازاي على المنافس. كده لقبين ولسه بنعافر وعيوننا بتسافر ومش عارف ايه تاني. ونختم شهر فبراير بماتش ويست هام اللي كسبناه 1-0 عن طريق اجويرو، والليفر يتعثر تاني قدام اليونايتد بالتعادل في الاولد ترافورد. احلى جار ده ولا ايه؟ لكنه كسب واتفورد كالعاده والفرق بقى نقطه. ونبدا شهر مارس نكسب بورموث ونتصدر بفرق نقطه، والتالت اصابه لدي بروين علشان انا اتخنقت. 9 مارس بنستضيف واتفورد في الاتحاد ورحيم كده بيمارس الهاتريك على الفريق الغلبان ده. بعدها مباشره مانشستر سيتي بيطير على ملعب الحريه علشان نقابل سوانزي سيتي في ربع نهائي كاس الاتحاد، وهوب سوانزي خلص الشوط الاول 2-0. يعني ايه؟
مفيش رباعية محلية، مش هنكسب، الكاس راح. لكن طبعا الاوفر اللي انا عملته من شويه ده ولا ليه اي لازمه، عشان بدانا الشوط الثاني وبرناردو بيجيب جون، بعدها اجويرو من ضربه جزاء بيتعادل، وبعد كده جندوجان اجويرو يسجل الثالث علشان نكمل لنص النهائي ونختم شهر عيد الام اللطيف ده بالفوز على فولهام 2-0. وسيبنا من الترتيب دلوقتي، نبدا ابريل ونلاعب كارديف في الاتحاد ونكسبه 2-0. 6 ابريل نلاعب برايتون ونسجل هدف عن طريق خيسوس في الدقيقه 4 في نص نهائي الكاس، وبس الماتش خلص على كده، مفيش اي حاجه تانية. 14 ابريل نقابل البالاس في ملعبه، ولو نفتكر الفريق ده الوحيد اللي كسب السيتي في الاتحاد في السيزون ده محليا، لكن يعني عادي دوسنا عليه ب3-1 ومكملين. 20 ابريل ومواجهه توتنهام، صاحب اسوأ ذكرى في تاريخ كل واحد فينا، ذكرى الفار الشهيره واللي كانت قبلها بايام بالمناسبه. السيناريوهات دي ما تلاقيهاش الا معانا وبس على فكره يا فندم. المهم نكسب الماتش 1-0 ونرجع نتصدر دلوقتي. 24 ابريل الديربي، بس المره دي في الاولد ترافورد. الشوط الاول يعدي على خير مع بعض الخطوره كده من الجار، الشوط الثاني يبدا وهوب برناردو جول. اجويرو يمارس حظنا السيء الدائم بكره في القائم، وفي الدقيقه 66 سانيه بيأمن النتيجه بالثاني. بالماتش ده السيتي بقى اكتر فريق كسبان اليونايتد في الاولد ترافورد. فاضل 3 ماتشات ب3 نهائيات لكل فريق. السيتي الليفر، السيتي عنده بيرنلي وليستر وبرايتون، الليفر عنده هادرسفيلد نيوكاسل وولفرهامبتون، وعلى رأي جابر الشرقاوي الغلطة بجول. وننهي ابريل بأول مواجهة في ال3 نهائيات دول، بيرنلي فريق رخم من هنا لبكره. لو قعدت اشرح لك رخم قد ايه مش هتصدق. ده يا جماعه انيمبا بتاع البريمير ليج اللي كنا جبنا سيرته في 2004 لو تفتكروا، وبالعافيه اجويرو جاب جون، وحتى الجون اتحسب بعد معاناه. يا ساتر. شكرا تقنيه خط المرمى لتاني مره. ويوم 6/5/2019 عندنا خصم صعب ورخم ولينا ذكريات مش لطيفه معاه، وهو ليستر. وفضلت النتيجة 0-0 لغاية الدقيقة 70. كل واحد بيتحسس مسدسه، كل واحد بيضرب ويلاقي، لغاية ما يظهر البطل كومباني. انا لا تقول انت وهو ما تسددش، اخشع يا لك ان تتخيل من 37 تسديدة الكومباني معانا طول حياته بالشكل ده، دي بس اللي تيجي. واصبح كومباني بطل مانشستر الليله دي، لا بطلها حرفيا مش بطل الملعب الاتحاد بس، يعني فاهم. ياه ذكريات. فاضل خطوه 12/5/2019 ماتش قدام برايتون على ارضها لازم نكسبه. هوب استر يا رب، استر يا رب، اقفل اقفل ادرسون يا حضري. جول جول، حرام والله حرام والله. بالمناسبة ونصيحة بعيدا عن اي نطاق اي حلقة انت هتشوفها بعد كده، لغاية دلوقتي لو عاوز تجيب جون في السيتي ارفع وسيب الباقي على اي حد في المنطقة، حتى في البلاي ستيشن على فكرة عن تجربة والله. 1-0 لبرايتون، وفي ظل ان خلاص بفقد الامل وقربت افطر، كنا في رمضان لو تفتكر، اجويرو بيسجل التعادل على طول كده. لسه يا كابتن هنهزر ولا ايه؟ جون على طول، وهوب لابورت التاني وجول. الشوط الاول يخلص وفي الدقيقة 63 محرز بيحرز ويصحح غلطته انت مجنون يا رياض، ووراه على طول رجل المهمات الصعبة الألماني اللي ما بيرحمش الجندو، وتخلص 4-1 والدوري ينتهي بهدوء، والتالت بطولة محلية. فاضل الرابعة 18/5/2019 نهائي كاس الاتحاد، بطولة منحسة معانا على فكرة، ومش عارف ليه من اول ما بدأت اشجع الفريق ده وهي بطولة نحس. مش فاكر بصراحة كسبناها كام مرة، بس هي اقل بطولة يعني احنا كسبناها يعني. عارف ان احنا ما كسبناش دوري ابطال واوروبا ليج، وشكرا على المعلومة اللي انت هتكتبها، عارف والله. نرجع للنهائي، نلعب مين؟ واتفورد على ملعب ويمبلي، وكسبنا 6-0، ونبقى اول فريق في التاريخ يحقق الرباعية المحلية في انجلترا، واول فريق كمان يحقق 50 فوز في كل المسابقات في موسم واحد. ومن هنا هنبدأ رحلة الارقام اللي اتحققت في الموسم ده، فتعالوا نراجع الارقام سوا اللي اتحققت، يلا بينا. في النهاية حابب اسجل اعجابي بمنافسة السيتي والليفر مع بيب وكلوب، لانها ما حرمتنيش من حاجة في الكورة الحقيقة. الاتنين طوروا بعض وباعترافاتهم، وهي دي الكورة الحقيقة. وجودك في مجالك عادي، انما تطورك وان نفسك النهارده تكسب نفسك امبارح ده يعليك في مراتب الشرف. وباختصار وبمعنى اخر، تعال على نفسك قبل ما حد ينافسك. خلصانه يابا، واحلى مسا عليك. وبس يا سيدي،
ربنا يديم الكرة علينا، وحلو قوي كده اتأخرت. ففي النهاية بقى ما تنساش الشير واللايك الحلوين، وتخش القناة كده ايه تزورنا يعني زيارة خفيفة كده، ويا بخت من زار وخفف وانت فاهم. يلا سلام سلام. ازيك يا صاحبي؟ بقول لك ايه، عايزك تعمل لايك وتعمل سبسكرايب، وعايزك برضو ايه يعني تدعمنا كده عشان نبقى حلوين مع بعض. ها سلام.